أنا هشام حدروج. أنا بيجي مسكت هنا لو ضل قسم شافني في اجتماعات الأهالي. كثير كبير في الروضات. عملنا 6 أيام طبعا. السنة الجاي كمان عندنا للساعة 4 تعليم للأمهات العاملات اللي بتحب كمان من السنة لسه تخبرنا عشان السنة الجاي يكون لها محل ابنها كمان في ساعات بعد الظهر. بتمنى منكم بتأمل منكم اللي لحديت اليوم بعده مش ماخذ ورق من اللي معلمي ورايح يسجل معنا بس ل 15 شهر 14 شهر، الكل يحاول ياخذ النموذج من اللي معلمي ويطلع على المجلس عشان يسجل طفله لعنا. ان شاء الله رح نشوف لقدام كمان عدة برامج رح يكون عندنا كمان رحله زي ما كان عندنا الفصل اللي فات. بتأمل كلكم تشتركوا فيها. انا كثير بعتمد على المعلمين هنا، على معلمي ابتسام، معلمي مروه، معلمي هدى. كثير فخور فيهم كيف بيشتغلوا وكيف عم بيشتغلوا مع الاولاد. السنه عندنا فوتنا كمان اخصائي نفسي عم بيجي وعم بيحضر عم يشوف الاولاد، وفي عندنا كمان بسموه مربي بديبور او معالج بالنطق. راح يكون عندنا يوم الاثنين بعد الجاي، وراح يكون عندنا ورشه مع الاهالي ندوه كمان مع المعالج بالنطق. فبتأمل منكم الكل يحضرها. راح تكون في 11 الشهر، راح تاخذ كورسات مدعوة الساعة 2:30. راح يكون مع جبير طربيه. كثير راح تستفيدوا ان شاء الله. بتأمل هو مش بس عن النطق الا كل عن قضية الاتصال مع الولد، كيف الولد بيتصل معك، كيف انت ممكن تتصلي معه. فشكرا لمجيئكم، شكرا كثير لمجيئكم. انا بالنسبة لي المولد النبوي الشريف هو ذكرى لازم واجب انه دائما نحتفي فيها، دائما نحتفل فيها، دائما نتذكره مش بس بهذا اليوم طبعا، نتذكر سيرته والسيرة النبوية طبعا والسنة النبوية الشريفة. مع انه احنا بالاصل شيعة مش سني، احنا دار حضرج بالاصل شيعة نعم، ولكن الحمد لله مسلمين وصلنا سنة محمد زي ما بقولوا صلى الله عليه وسلم. طبعا مش راح كثير بالنسبة للذكرى هاي، نخلي الحكي أكثر للأستاذ أبو رجا، صديقي كمان أبو رجا من زمان، وأنا كثير شاكره إنه إجا اليوم. واجب إن شاء الله. وشكرا كمان مرة لكم كل سنة وأنتم سالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخي وصديقي مدير الإيرادات الأخ هشام حدروج، صديق قديم وإن شاء الله نضلنا بين الصداقة بيناتنا. هشام، أخواتنا المعلمات وأخواننا الآباء، ترى في أب واحد يعني اللي هو أبو وسام التسيد يمكن، أخوات الأمهات الفاضلات، طبعا أبنائنا وبناتنا اللي هن هذول يعني هن أمل المستقبل بالنسبة لنا الأم إن شاء الله. أحييكم جميعا بتحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. كيف حالكم؟ إن شاء الله. الحمد لله. طبعا يشرفني ويسعدني أن أكون بين أهلي وبين أخواتي الأمهات إخواني وأبنائنا الصغار في هذه المناسبة العطرة الطيبة المباركة التي هي من أشرف المناسبات ومن أعظم المناسبات في حياة المسلم. خاصة نحن نحتفي ونحتفل بميلاد أعظم الخلق وأشرفهم عند الله سبحانه وتعالى، ميلاد النور والرحمة المرسلة من الله عز وجل، هو سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يا إخوان وأخواتنا هذه ذكرى، لكن الإسلام في شيء العيدين يعني صراحة، يعني عيد الأضحى وعيد الفطر، ولكن هذه ذكرى اعتاد المسلمون أن يفرحوا بها. إذا الله سبحانه وتعالى فرح بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام،
قال في بداية الأرض أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى فترة كانت فترة مظلمة في التاريخ. الناس كانت تتحارب وتتقاتل، خاصة العرب كانوا يعني قبائل تتصارع بعضها البعض، القويات من الضعيف، كانوا يهضمون حق النساء، يأيدون البنات، يأكلون الحرام، يفعلون المنكر، يقطعون أرحامهم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدين العظيم، بدين الإسلام الذي يثبت كل يوم بأنه أفضل دين في الأرض. كل الأديان تتراجع إلى دين الإسلام، كل يوم عم بيزداد أتباع وعم بيزداد له مؤمنين في بقاع الأرض. يعني بشرى جديدة، يعني إنه الحمد لله آخر فترة في قرية في بريطانيا بلعب 3000 نسمة كلها أسلمت عن بكرة أبيها. قرية كاملة أسلمت دخلت في دين الإسلام. كل يوم نسمع إنه خاصة في أوروبا، يعني في أمريكا، يدخل كثير من الناس من غير المسلمين في دين الإسلام بعدما قرأوا القرآن واطلعوا على سيرة النبي اللي كله أخلاق. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام جاء بشريعة كلها أخلاق وكلها آداب، شريعة فيها توحيد الله والإيمان بالله والرحمة لخلق الله سبحانه وتعالى. يعني هذه مناسبة طيبة خاصة من إخواننا، يعني فاكر أول مرة بسوي احتفال المولد أن تبقى هذه العادة مستمرة إن شاء الله، حتى على الأقل يعني كما ذكر أخونا هشام شقة قال الواجب لكل مسلم إنه كل يوم يتذكر النبي. مش كل يوم إحنا بنصلي على النبي كل يوم، والأذان كل يوم نذكر النبي. واجب على المسلم يتذكر النبي كل يوم، لأنه هو سبب في دخولنا الجنة. إذا اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام، مشينا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، على سنته. والسنة ولها طريقة العربية، السنة يعني طريقة، مش بعرف الشيء أصلا، نمشي على طريق النبي المهم. فهو سبب دخولنا الجنة، سبب الرحمة إلنا في هذه الأرض، هو اللي وصلنا لهذا الخير اللي إحنا اليوم عايشين فيه. طبعا الإنسان بيعيش الخير إلا ما يدخل في دين الله، ملتزم بدين الله سبحانه وتعالى، يتعرف على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى اللي جاء النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدلنا على كيف نؤمن بالله سبحانه وتعالى، كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى، كيف نمشي على طريق الله سبحانه وتعالى، حتى نكون سعداء. اللي يمشي على دين الله بيكون سعيد، لأنه بيعطي كل واحد حقه. الإنسان لما يصلي يشعر بالسكينة، بالطمأنينة، بالراحة، بالرحمة. العبادات كلها رحمة للإنسان. ذلك إحنا واجب أن نتذكر النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم، كل ساعة. كيف نتذكره؟ أقل شغلة نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. شو قالوا زمان العلماء؟ قالوا من أحب شيء أكبر من ذكري. اللي بيحب شيء بيحكي عليه كثير. مثلا في خواتنا مثلا بيحب الطبيخ، يقولوا على الطبيخ، طبخنا وفلفخنا وجبنا وحطينا. اللي بيحب المصاري زي هشام مثلا بتحكي عن الدولارات والدنانير والشكاليم كلها. كيف بتحكي معه بقول لك شيكل دولار الاخري، صرفنا جبنا رحنا على البنك الاخري. لا مش انت، هي اشاعه وكل واحد بيحب شيء بيحكي عليه كثير. هاي في الحياه موجوده، يعني عندنا موجوده في الحياه. اللي بيحب الغنايم بيحكي على الغنايم، اللي بيحب القصص بيحكي على القصص، اللي بيحب الطبيخ بيحكي على الطبيخ، بيحب المصاري. اللي بيحب الله والنبي بيكثر من ذكره. من احب شيء اكثر من ذكره. احنا الواجب تجاه النبي عليه الصلاه والسلام، ونحن نحتفل بمولده، انه اقل الواجب نصلي على النبي. نصلي على النبي، والصلاه على النبي فيها اجر عظيم. الصلاه على النبي مشان احنا نحتفل بالنبي عليه الصلاه والسلام، مشان نحبه، مشان نطبع حبه في قلبنا، لازم نكتب الصلاه عليه كثير. نصلي عليه كل بحالنا، بدهاش حيروح، لا بدها شهادات ولا بدها نياشين ولا بدها معاملات ولا بدك تروح على تصرف وصل مشان تصلي على النبي. راح يضرب ظهره ويشتغل، المرة بتشتغل وتطبخ وتعمل تصلي على النبي. خلينا قصة عن الصلاة على النبي. ليش الصلاة على النبي لها أجر عظيم؟ اسمع قصة يا هاي الكبار هاي صراحة. مرة دخل أعرابي على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. الأعراب اللي كان يجوا من الصحراء كان عندهم شجاعة وجرأة. النبي كان عظيم، أوصاف النبي كان مهيب. الرسول كان إذا بقعد مع ناس له هيبة عظيمة كانت. شو بيقولوا الصحابي؟ قال كنا نجلس مع رسول الله وكأن على رؤوسنا الطير، يعني ولا واحد يحكي كلمة. من هيبة النبي، على هيبة عظيمة له النبي عليه الصلاة والسلام. كان وجهه منير مستدير. يعني منظره ستنا عائشة مرة بالليل ضوعت الإبرة، الدنيا عتمة، قاعد يتبعش الإبرة ولا الرسول بيطلع هيك ولا وجهه ضاوي. ضوى وجه النبي عليه الصلاة والسلام. حديث هذا رواية صحيحة. هاي ضوى وجه النبي، ضوى، شافت الإبرة عضي وجه النبي عليه الصلاة والسلام. قالت يا رسول الله يعني أنت هيك بشوفك؟ قال لها ويل لمن
لم يرى هذا الوجه يوم القيامة. يا ويل له بس اللي بيشوفش الوجه هذا يوم القيامة، يعني ما تبعنيش يعني مش هو. فدخل أعرابي على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، كان عندي شرع الأعراب يسأله، وقف على الباب هيك على باب الديوان. شو قال؟ سلم على النبي، قال له السلام عليكم يا أهل العز الشامخ والكرم البالغ. سلم على النبي، شو بقول له؟ السلام عليكم يا أهل العز الشامخ والكرم البالغ. النبي قاعد الديوان وقاعد بحده على اليمين سيدنا أبو بكر، اللهم ارضى عنه سيدنا أبو بكر اللي كان أفضل واحد بعد الأنبياء والمرسلين. سيدنا أبو بكر اللي وظف ماله ونفسه وعياله وكل ما يملك من شان دين الله، وظف كل حياته عشان ربنا سماه صديق، لأنه صدق رسول الله وما كذبوش أبدا فسماه صديق. اليوم الواحد منا يعني مش مجبور يعني كل نهار يعني في سبيل الله، قال يخصص وقت للصلاة على النبي، للصلاة للدين 50% من وقته. هذول الصحابة كل وقت كان للدين، احنا بلاش كل وقت يعني، احنا عندنا كثير 5 دقائق 10 دقائق نص ساعة ساعة بالنهار، 5% من وقتنا نخصصه لله لله، مش كثير على الله سبحانه وتعالى. أطعمنا وأرزقنا وأعطانا العينين والدينين وأعطانا كل النعم هاي وأعطانا الأطفال هذول اللي هن نعم من نعم الله، مش كثير والله إذا عبدنا الله سبحانه وتعالى 5% من وقتنا بالنهار. فدخل شو قال له؟ السلام عليكم يا أهل العز الشامخ والكرم البالغ. سيدنا أبو بكر قاعد يحدث، قال له وسع أبو بكر، وسع له. قعدوا بينه وبين سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر كان أحب واحد للنبي، مش معقول يقعد واحد بينه وبين سيدنا أبو بكر، يعني بين النبي وسيدنا أبو بكر. لما الأعرابي قعد وروح الأعرابي قعد شوي 5 دقائق 10 دقائق طلع بيسأل سيدنا أبو بكر النبي شو بيقول؟ يا رسول الله معقول واحد يجي يقعد بيني وبينك يعني من أقرب واحد إليك وأحب واحد إليك على وجه الأرض، كيف بتقعدوا بيني وبينك يعني؟ شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له يا أبا بكر لقد جاءني جبريل هذا الملاك اللي بينزل من السماء، كبير جبريل كبير قد الدنيا كلها، قد السماء هاي كلها جبريل، هاي ملاك بينزل من السماء عشان ما نظهر الساي بينزل من السماء. فقال له أجاني جبريل أخبرني أن هذا الرجل يصلي عليه صلاة ما صلاها أحد قبله، على صلاها شيء. قال له شو بقول يا رسول الله؟ قال له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، احفظوها إن شاء الله، في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. شو بيصلي؟ شو بقول عليه؟ بيصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سيدنا بكر شو بقول للنبي؟ بيقول يا رسول الله شو أجر ثواب بيصلي عليك هاي الصلاة؟ شو أجر ثوابه؟ شوفوا أجر ثواب الصلاة قديش هاي، عشان تعرفوا قديش إنه النبي ذكر النبي له أجر عظيم. قال له قد إيه أجر يا رسول الله؟ قال له يا أبا بكر لو كانت البحار مدادا، كل بحار الأرض المحيطات المتوسط والهادي والأطلسي والهندي، كل بحار الأرض طبرية وقزوين وكل الوان في ماء في الأرض كل حبر، لو كانت البحار مدادا من حبر، تصوروا البحار كلها حبر، والأشجار أقلاما، كل شجر العالم الغابات اللي بسيبيريا واللي بجنوب أفريقيا واللي هاي كلها عملوها أقلام، لو كانت البحار مدادا والأشجار أقلاما والملائكة كتابا، ملائكة تنحصاش من عدد ملياردات الملائكة كل بيكتبوا هذول بالحبر هذا وبالأقلام هاي، بيكتبوا أجر اللي بيصلي على النبي هاي، ما أحسوا ثواب هذه الصلاة، ما أحسوش ثوابها. لما تصلي مرة واحدة يصليها بحياتك انت هاي الصلاة، قولوها وراي عشان تكسب الأجر والثواب إن شاء الله، عشان تكونوا من أهل الجنة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بعدين بشركم مشرب ليها المجلس اللي فيه صلاة على النبي تنزل الملائكة على المجلس هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيش مجلس يصلى فيه على النبي إلا بتنزل الملائكة أفواجا من السماء إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا اليوم نحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، الذكرى العطرة الطيبة المباركة التي يجب أن نحتفل فيها كل يوم. بتمنى إن شاء الله بنطبق التقليد هذا عندكم يا هشام، كل سنة إن شاء الله تعزمونا ونحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله. طبعا بدي أحكي شوي لمستوى صغار شوي بنمشي يعني أخواتنا الكبار إن شاء الله، بدي أنزل لمستوى شوي. يلا قولوا وراي اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل
سيدنا محمد. مين بيحب سيدنا محمد؟ اللي بيحب النبي يرفع اصبعه، يلا. مش النبي دي؟ ارفع اصبعه. مين بيحب النبي؟ شاطرين، كلياتكم شاطرين. كلياتكم ولا لا؟ اللي بيحب سيدنا محمد بروح يوم القيامة على الجنة فوق. فيها كل شيء، فيها تفاح وفيها موز وفيها كل شيء وفيها أكل، كل شيء فيها. شو بدك فيه موجود؟ برجع على حصان بطير بالهواء أخرى. اللي بيحب سيدنا محمد الله بحطه بالجنة، دير بالكم. واللي بيحب سيدنا محمد بروح على النار. طيب؟ مين بيحب سيدنا محمد؟ بروح على الجنة. كلكم شاطرين. انا بستنى مش هسه لما تحب سيدنا محمد السنة فوق يوم اللي قال بروح على الجنة تركب مع حصان بطير بالهواء. إن شاء الله. يلا في شيء ولا نصيح بلاد سيدنا المسيح عليه السلام. في 12 ربيع الأول. 12 ربيع الأول في الشهر هذا اسمه ربيع الأول. طبعا الأشهر الهجرية يعني أفكر في عندنا فقر بالكبار وبالصغار بتاريخنا وتراثنا، للأسف الشديد يعني بحكي أنا وأنا متأسف جدا يعني. أنا بسأل الشاب الثانوية عدل لي الأشهر الهجرية مش عارف يعدل. عدل لي لعيبة مكة بحيفا، عدل لي إياه واحد بالاسم. شو بس أي كوزة كمان. قلت له عدل لي لعيبة سخنين، عدل لي إياه واحد. عدل لي المغنيات، قاعد يقول لي هيفا واليسا وبعرفش مين. طب قلت له عدل الاشهر الهجريه ما عرفش. عرفش الاشهر الهجريه؟ الاشهر الهجريه هنيك 12 شهر طبعا. في اشهر هجريه قمريه واشهر شمسيه. التاريخ اللي ماشيين عليه احنا شمسي هذا. قانون ثاني وشباط رمضان اخره. الاشهر الهجريه محرم الاول، قبل شهر كان محرم. صفر خلص قبل كم يوم؟ قبل 12 يوم خلص صفر. بعدين ربيع الاول اللي خلف فيه النبي اسمه ربيع الاول. بعدين ربيع الثاني وجمادى الاولى وجمادى الاخره. شو بعدين فيه؟ يعني فيه رجب شعبان رمضان شوال ذو القعده ذو الحجه. هاي الاشهر الهجريه. الرسول عليه الصلاه والسلام خلق بربيع الاول. طبعا واحد يسأل سؤال ليش ما خلقش مثلا بالحج؟ ليش ما خلقش برمضان؟ لأنه لو خلق برمضان شو بقولوا؟ والله لولا رمضان ما خلقش النبي، الشرف رمضان مش النبي. لو خلق بالحج بقولوا عشان هاي الشهر معظم عند العرب عظم. لذلك رب سبحانه وتعالى خصص شهر واحد له حتى ينفصل مناسبات كل مناسبة لحالها النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا الاسم طلع اسم ربيع فيه خضرة، فيه خير، فيه مي. الرسول خلق بهاي بالاسم هذا بدل على الخير. الرسول خلق في الخير. ربيع بدل على الخير، على الخضرة وعلى المي وعلى الخيرات. النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل. شو يعني عام الفيل هذا؟ يعني السنة اللي كان فيها معركة الفيل ولد النبي عليه الصلاة والسلام. هات هيك شو عن عام الفيل. منيح يلا قال ما نحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام. في مكة اسمعوا ولا تقولكم يعني ايش سكنتوا؟ تعلمتوا عن مكة؟ عن الكعبة، تعلمتوا عن الكعبة؟ هاي الكعبة موجودة بمكة، بنروح على الحج هناك بنطوف بالكعبة، بصير نطوف هيك نقول لبيك اللهم لبيك. تعلمتوها مظبوط؟ طيب. الكعبة طبعا بنتها الملائكة، الرواية أول ما بنتها الكعبة الملائكة. انهدمت فعل الطقس والآخره والزلازل انهدمت الكعبة. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أجرى على الأرض الحجاز هناك أخذ ابن إسماعيل مع هاجر خلاها بالصحراء ولحالها هناك نبع هناك مي زمزم. وصارت الناس كبرت البلد وصارت بلد اسمها مكة. الكعبة ما كانش فيش كعبة، كان في أساس الكعبة بس. فرب سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل يبنوا الكعبة على أساس. فأجى سيدنا إبراهيم مع سيدنا ابن إسماعيل اللي كان المساعد تبعه، هو اللي كان معلم، هو البنا، والمساعد تبعه سيدنا إسماعيل ابنه. هو اللي كان يجبل له وناوله وسيدنا إبراهيم يبني، بنوا الكعبة. زمزم مع الوقت اندثرت يعني سنخرب عنها إن شاء الله على ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. العرب كانت تعظم الكعبة، بالأول كانوا يصلوا لله، العرب كانوا مسلمين، بعدين دخل فيهم الشرك صار يعبدوا الأصنام.
الكعبة كان فيه قبل ما يجي النبي عليه الصلاة والسلام 360 صنم فيها الكعبة. يعبدوا اللات والعزى وهبل أصنام يعبدوها من دون الله. يعني قلة عقل هيك العرب، واحد يعبد صنم حجر لا بيحكي ولا بيشكي ولا بوكل ولا بيشرب ولا بدافع عن حاله. يعني كان العرب كمان يعملوا اصلا يصنعوا آلهة من عجوة. كان عندهم تمر معه يعمل إله من عجوة، لما يجوع شو يساوي؟ ياكل الإله تبعه، ياكل العجوة، ياكل ربه. يعني قلة عقل هنا. فالكعبة كانت معظمة. كان في ملك في اليمن اسمه أبرهة الأشرم. ليه سموه أشرم؟ كان عبد اسود خشومه كبيرة وشفته مشقوقة بالنص، يسموه الأشرم، مشروم شفته يعني شكله بشع. يعني لما عرف العرب تعظم الكعبة قال بدي اهدم الكعبة هاي اللي العرب بروح يجولها، عمل بناء بيت مقدس عنده في اليمن مشان الناس ما تبطل تصلي من الكعبة، تصلي عنده في اليمن. ممنوع بالإسلام. طبعا العرب ما ردوا عليه، كانوا يعظموا الكعبة يحترموها وروحوا يحجوا عليها، حجوا الإصنام بس حجوا كانوا. جمع جيش كبير 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 كبير، حط على الجيش امام الجيش حط الفيله. العرب ما بتعرف الفيله، بتعرف الخيل جمال العرب. حط الفيله وجاب جيش كبير اتجه زحف نحو مكه. كل ما يجي على قبيله يسحقها يقتلها. فوصل ايش؟ على ابواب مكه. بده يهدم الكعبه، بده يهدمها هده بالفيله، بده يهد بيت الله سبحانه وتعالى. لما وصل عند مكة كان في جمال ترعى، أخذ الجمال له ترعى لأهل مكة. مين صاحب الجمال؟ سيد النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو عبد المطلب ابن هاشم اللي كان جد النبي عليه الصلاة والسلام. لما أخذ أبرهة الجمال، طبعا جد النبي عبد المطلب كان زعيم البلد، عمل اجتماع. شو بدنا نساوي بهذا الجيش؟ كيف نحاربه؟ قال صعب الحرب يا عمي، اطلعوا على الجبال، خبوا بالجبال، وهذا البيت الله بيحميه. نزل هذا عبد المطلب عند أبرهة هذا الملك الظالم اللي جاي يجيب الكعبة. لما فات عنده كان عنده هيدا عبد المطلب هابه قاعد وياه على الأرض، فكر جاي يقول له بلاش نجيب الكعبة ومديك اللي بدك إياه والى آخره. قال له شو بدك أنت يا أخي؟ هاي أبرهة مثلا عبد المطلب شو بدك؟ قال له أنا بسألك عن جمال لأخذتها. قال له يا الله سجاد أهدي بيت الكعبة لبيت أبائك وأجدادك، سألني عن الجمال؟ قال له نعم أنا رب الجبال صحيحا يعني، أما البيت فإن له رب يحميه. البيت في الله بيحميه. أخذ الجمال وطلع قدم الجيش، قدم الفيل، وجهوا الفيل على الكعبة هيك. كل ما يغزوه ما يتحركش الفيل، يوجهوه لورا يرجع ترى اليمن، حطوه ترى همك ترى الكعبة ما يقدمش ولا فرقة، ربخ بالأرض وبطل يتحرك شيلي. فجأة ولا جاي الطيور بس هو بس إذا نقول دعاء ونقول آمين. مش زي حجار زي النار، صار يزت الحجار على الجيش. كل ما يجي حجر على جندي فوت براسه يخزوه براسه حجر نار عال زي الصاص. الله أباد الجيش طير الأبابيل. ربنا في القرآن نزل سورة شو اسمها؟ إيلاف قريش. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هاي السنة اللي صار فيها الحادثة هاي خلق النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفيل. ليش؟ عشان ربنا قلنا إنه الله بده يحمي هذا البيت من شان النبي، عشان النبي جاي بآخر الزمان وجاء بشريعة، وهذا البيت بده يكون حج لهذه الأمة. الله سبحانه وتعالى أكرم النبي من ولاده بحفظ هذا البيت اللي هو بيت الله سبحانه وتعالى. طبعا قصة ولاد النبي